مع حلول فصل الشتاء يلاحظ ازدياد في عدد المصابين بالإنفلونزا الموسمية، وفي ظل التشابه الكبير بين أعراض الإنفلونزا وكوفيد-19 يجد كثير من المصابين أنفسهم في حيرة حول التدابير التي يجب اتباعها. نتابع هذا التقرير لإلهام الفقير. رغم تشابه الأعراض، اختلاف جذري بين كورونا والإنفلونزا. هل تحول الفيروس إلى نزلة برد؟ وكيف نفرق بينهما؟ بعد أكثر من 3 سنوات من الجائحة انجلى بعض الغموض الذي راودنا في البداية، وبات الفيروس أكثر ألفة. منذ الأسبوع الأخير لدجنبر الماضي لاحظ تزايد عدد الإصابات بالإنفلونزا الموسمية في المغرب، والتي تتشابه من حيث الأعراض مع كوفيد-19 من حيث ارتفاع درجة الحرارة والسعال والآلام في الرأس والحلق والتعب الشديد. إلا أن الفارق بين المرضين هو أن استمرار أعراض كورونا مع المرضى يدوم لمدة أطول بكثير مقارنة بالإنفلونزا. تشابه هذه الأعراض يترك أمامنا مشهدا ضبابيا ومربكا بعض الشيء، ولذلك فإنه من الضروري التعامل مع الأعراض بالتوصيات المعتمدة والمتمثلة في ارتداء الكمامة وتناول أدوية مضادة للفيروسات وإجراء اختبار الكشف عن كورونا مباشرة بعد الإحساس بالأعراض، مع استكمال جرعات التلقيح لتعزيز المناعة والتلقيح السنوي ضد الإنفلونزا الموسمية. ووفقا لخبراء الصحة لا يمكننا أن نركن إلى هذه الطمأنينة الخادعة، فعلى الرغم من خروج المغرب من مرحلة الطوارئ الصحية إلا أن الفيروس لا يزال بيننا، بيد أن الوضعية الوبائية في المغرب مستقرة ولم تشهد أي تطور إلى حدود اليوم. وفي ظل هذه الوتيرة من التطور الفيروسي تبقى المعرفة المسبقة بتوقيت ظهور هذه الدفاعات المناعية، والتلقيح الكامل هو الحل الأنجع لمواجهة أي تطور في الوضعية الوبائية. ويبقى السؤال: ما مدى قدرة الفيروسات على مراوغة الأجسام والمناعة المضادة التي نكتسبها من اللقاح وحالة العدوى السابقة؟